انا مبسوطه قوي، النهارده اسعد يوم في حياتي، مش مصدقه نفسي. حلمي ان انا البس الفستان الابيض كان من وانا صغيره، واخيرا الحمد لله اتحقق. مبروك يا ندوشه، مبروك والله، احلى عروسه. الف مبروك يا حبيبتي، احلى عروسه بجد. مبروك يا ندوده. الله يبارك فيكوا وعقبالكوا كلكوا. انا بجد مش مصدقه نفسي. ايه رايكوا؟ شكلي حلو؟ شكلك زي القمر. يلا بقى عشان المعازيم مستنيين بره. حاضر. طب فين بابا وماما؟ هما واقفين بره، عايزاني اندهملك؟ اه يا ريت، عايزاهم يشوفوني قبل ما اطلع. انا فرحانه قوي قوي بجد. طيب انا هروح انادي عمو وطنط، وعقبال ما انتي تكملي باقي لبسك. عمو يا طنط، ندى عايزاكوا جوه. في حاجه حصلت ولا ايه؟ لا لا، هي عايزاكوا بس تبصوا عليها بصه قبل ما تطلع كده للناس بره. ماشي حبيبتي، احنا جايين اهو. ما شاء الله، ايه القمر ده؟ بنتي حبيبتي يا ندى، شكلك زي القمر، احلى عروسه يا حبيبتي. الله يبارك فيكي يا ماما، شكلي حلو؟ شكلك قمر جدا. الف مبروك يا بنتي. انتي ما تعرفيش انا هزعل قد ايه يا ندى لما تمشي بجد. هتسيبي فراغ كبير قوي في البيت. لا يا بابا، انا هاجي على طول، ما تقولش كده. طب يلا بقى، بلاش احزان كتير، يلا بقى عشان نطلع للناس. طيب يلا. تعالي يا ندى يا بنتي، هطلعك انا للناس. ماشي يلا يا بابا. الله، العروسة شكلها حلو قوي، الف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. محمد، سارة. ايه ده يا بابا؟ بابا، هي سارة لابسة فستان ابيض زي ليه؟ مش عارف والله يا حبيبتي، هي ازاي تعمل كده يعني في يوم زي ده؟ حاجة غريبة جدا، ولابسة تاج كبير. هي عاملة نفسها يعني العروسة ولا ايه يا بابا؟ هي بتعمل كده ليه؟ مش عارف والله يا بنتي، احنا لازم نتكلم مع محمد، هو ازاي اخته تعمل كده يعني؟ ايه يا ندودة، في حاجة ولا ايه؟ ايه يا محمد؟ ايه اللي ندى اختك ايه يا محمد؟ ايه اللي سارة اختك عاملاه ده؟ مش عارف والله. طب انا هروح اتكلم معاها. اهدي بس، اهدي. لا اهدى ايه؟ انت مش شايف هي لابسه فستان ابيض زيي ولابسه تاج اكبر من اللي انا لابساه؟ طيب خلاص يا ندى اهدي، ما تقلقيش، انا هصلح كل حاجه. ايه يا ساره، في ايه؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ وايه منظرك ده؟ هو انت جايه تلبسي ابيض في نفس يوم فرحها؟ طب وفيها ايه يعني يا محمد؟ ايه المشكله يعني؟ ما هو باين يعني ان هي العروسه. هو عشان يعني لبست تاج ولبست فستان خلاص يبقى انا بلبسه زيها؟ اه، منظرك باين قوي والناس كلها قاعده تبص عليكي. ايه اللي انت لابساه ده؟ انا مش مهم اللون ايه ومش مهم ايه، المهم ان انا ابقى لابسه حلو وخلاص. ازاي يعني ومشاعرها؟ طيب ده يوم فرحها. ما اعرفش بقى والله، كل واحد حر يعمل اللي هو عايز يعمله. ماشي يا ندى، يا ريت تروحي تغيري الفستان ده عشان اليوم ما يبصش مننا. انا مش هغير حاجه، لو هي مش عاجبها خلاص تغير هي. تغير ايه؟ انتي غريبه جدا، هي العروسه ولابسه الفستان بتاعها اللي مظبطاه من زمان جدا. انا مالي برضو، هي بقى بتغير مني، دي مشكلتها، انا ماليش دعوه. بتغير منك؟ ماشي يا ندى، مفيش فايده فيكي. ايه يا محمد؟ قالت لك ايه؟ انا مش عارف اتصرف معاها خالص يا ندى. خلاص ماشي يا محمد، مش مشكله، انا هعدي اليوم. تعالى يلا نروح نقف هناك عشان الناس. ايه يا ساره، انتي هتفضلي واقفه جنبنا ولا حاجه ولا ايه؟ انا اقف براحتي في المكان اللي انا عايزاه. لا يا حبيبتي، ما ينفعش تقفي في المكان اللي انتي عايزاه، ده مكان العريس والعروسه. انتي مالك؟ انا هقف براحتي في المكان اللي انا عايزاه. خلاص بقى يا ساره، يلا روح عشان احنا نعرف نتصور. عشان خاطرك انت بس يا محمد، مش عشان خاطر حد تاني. عاجبك يا محمد؟ عاجبك اللي اختك بتعمله ده؟
معلش يا حبيبتي، عدي اليوم بس على خير النهارده وبعدين نبقى نتصرف. ماشي يا محمد عشان خاطرك بس. يلا بقى شغلوا الاغاني عشان نلحق نتبسط شويه قبل ما الشمس تروح في منظر البحر الجميل ده. الف مبروك يا عريس، الله يبارك فيك وعقبالك. بقولك يا سلمى، انت شايفه اخت محمد لابسه ايه؟ لابسه شبه ندى بالظبط. اه بجد انا مش فاهمه ايه الحركات وايه الحاجات الغريبه اللي هي بتعملها دي. ده باين عليها ان هي ما بتحبش ندى خالص، باين كده، بس برضه ما توصلش للدرجه دي يعني. طب خلاص خلاص وطي صوتك بس عشان ندى ما تسمعش وتتضايق. تتضايق ايه؟ ده باين عليها جدا ان هي متضايقه، انت مش شايفه وشها؟ كانت طالعه مبسوطه واما شافتها وشها اتقلب خالص. طيب خلاص، طب تعالي نطلعها من المود ونرقص معاها شويه. اه يلا. انا جايه ارقص ولا انا ماليش نفس بقى ولا ايه؟ تعالي يا حبيبتي ارقصي، هو حد قالك ما تجيش ترقصي؟ ماشي، انا هروح بس اجيب حاجه اشربها وجايه لكم تاني. هي مالها دي؟ في ايه؟ يلا يلا ارقصي يا ندى، مالك وشك ماله يعني؟ مش عاجبني. لا انا برقص اهو يا ساره، مفيش حاجه. ساره معلش بس بعيدي شويه عشان العصير ما يقعش على الفستان. مش هيقع، هو انت فاكراني عيله صغيره يعني؟ انا ما قلتش عيله صغيره ولا حاجه، انا بقول عشان بس العصير ونتفادى ان مفيش حاجه تقع على الفستان. لا ما تخافيش، مفيش حاجه هتقع. وقعتي العصير عليا؟ مش من بدري انا قاعده اقولك خلي بالك؟ لا انتي قصده تبهدلي الفستان بتاعي. انا قصدي ازاي يعني؟ هو انتي هتتبلي عليا؟ انا من بدري قاعده اقولك ابعدي عني عشان الفستان ما يتبهدلش بالعصير. لا والله مش مشكلتي، هو الكوبايه وقعت من ايدي، انا ماليش دعوه. محمد، محمد شوف لك صرفه يا محمد، عشان انا كده يومي باظ بسببها، بقى اسوأ يوم في حياتي. انتي بتزعقي لمين كده؟ ما تزعقيش لو سمحت. ماشي انا داخله جوه يا محمد، شوف صرفه وتعالى وتعالى ناديني اما تخلص من الحوارات بتاعت اختك دي. حوارات؟ انا برضو اللي بعمل حوارات يا ندى؟ متخلينيش اتكلم بقى. انا بجد انا مش عارفه في ايه، يومي باظ كله اللي انا كنت مستنياه من زمان. ايه يا بنتي يا حبيبتي في ايه؟ مالك بتعيطي ليه؟ شفتي يا ماما اخت محمد بتعمل ايه؟ بهدلتني خالص، وقعت العصير على الفستان، ومن الصبح قاعده تضايقني ولابسه زي ابيض. دي اصلا تبوظ يومي. بجد البنت دي لازم نلاقي لها تصرف، ما ينفعش اللي هي بتعمله كده من اول يوم في الخطوبه وهي قاعده توقع ما بينكم. انا مش عارفه يا ماما، انا تعبت بجد، واليوم باظ والفرح باظ، اعمل ايه؟ ما بصي ولا حاجه يا حبيبتي، تعالي نضفلك بس الفستان وما تزعليش. هو ايه بقى يا ساره؟ هو انتي مش هتبطلي الحركات اللي انتي بتعمليها دي؟ حركات ايه يا محمد؟ انا عملت ايه؟ قلت لك الكوبايه وقعت غصب عني. هو انتي يعني عشان متضايقه منها ان هي اتجوزت وانتي لسه ما اتجوزتيش بتعملي الحاجات دي؟ انا يا محمد انا بتقول عليا كده؟ ماشي حلو قوي، طب انا ماشيه بقى من الفرح ومش هتشوف وشي تاني. استني يا بنتي استني هنا. انا مش عارف بجد اعمل ايه ولا ايه ولا صالح مين. يا ندى. ايه يا محمد؟ خلاص ما تزعليش، هي مشيت خلاص. ماشي يا محمد، بس عشان تعرف برضه انا ما كنتش عايزاها تمشي، بس انا عايزاها تحبني عادي وتتكلم معايا عادي وتتعامل زي اختي. خلاص معلش يا ندى حبيبتي، خلاص يلا بقى نطلع، الفستان اتظبط اهو. ماشي يا حبيبي هطلع وخلاص بقى، يعني انا مضطره عشان خاطرك بس. ماشي يا ندى، شاطرة يا حبيبتي، يلا عشان الناس بقى واقفة مستنيين برا، يلا.